مواصفات شريكة حياتك شنو؟ ما بحبش حد يشاركني في حياتي. ما بتحب زول يشاركك شنو؟ أنا قلت لك مواصفات شريكة حياتك. أنا قادر حياتي، أنا مش عايز حد يشاركني في حياتي. أنا مالي مال حياتك، أنا ما بسألك من حياتك. لا بحبش الشراكة. أنا ما جاي أفتح معك سوبر ماركت، أنت فاهم قصدي؟ فاهم. أنا قلت لك مواصفات شريكة حياتك. أنا ليه أشارك أصلا؟ فاهم قصدي؟ أنا فاهمك بس يا ريت أنت تفهمني. أيوه. مواصفات شريكة حياتك، زوجتك المستقبلية. ما هو أنت مش فاهم. أنا اللي ما فاهم؟ أنا ما بحبش حد يشاركني في حياتي. لا الشراكة ده خليناه، زوجة مستقبلية مواصفاتها كيف يعني؟ والله يعني عادي يعني. أنت قصدك يعني إيه؟ ما دار ترتبط لقدام؟ تتزوج لا مثلاً؟ لا مش في دماغي أنا الموضوع. ما في دماغك الزواج؟ لا. أنت مكتئب ولا شنو؟ لا مش مكتئب، بس هي دي الحياة يعني. هي دي الحياة. هي دي الحياة. وسنة الحياة عشان تكمل نص دينك مش مفروض تتزوج ولا انت ما دار تتزوج؟ هو الجواز حاجة والشراكة دي حاجة تانية. لا ما حاجة، انا لما قلت مواصفات شريكة حياتك انا اقصد بيه والزواج، يعني لما تجي تتزوج ايه مواصفاتها؟ يعني تكون انسانة عندها عيون وشعر. ما نحن كلنا حنتزوج انسانة يعني وين الجديد في الموضوع؟ ايه المواصفات في كده يعني تكون انسانة. تكون انسانة. انثى. انثى بالظبط. كلنا حنتزوج انثى، ما حنتزوج ذكر. الانثى دي دايرها كيف يعني، شكلها كيف؟ تكون انسانة. ما هي انثى انسانة طبعا، وين المواصفات؟ بس مش اكتر يعني. انت داير انثى بس. بالظبط. داير انثى بس اي يعني. حاجة تقول الو. تليفون هو